هنعمل وصفه النهارده بالبيض المسلوق. متهيألي اكتريتكم عرفتوا هو ايه. ترند كده جديد على التيك توك، قناه اجنبيه عملته، وطبعا شيفات كتير وقنوات كتير جربوه. قلت طبعا لازم ما يفوتنيش التجربه دي، لان بالنسبه لي لو الوصفه دي نجحت معايا، عندي ابني مش بيحب البيض المسلوق خالص وبيغلبني حرفيا، وبيحب دانيت الشوكولاته جدا. فلو بالنسبه لي نجحت هتبقى وصفه تحفه جدا ومن الاساسيات اللي هعملها على طول، غير ان هي وصفه سهله وسريعه. وهعملها معاكم دلوقتي واحنا مع بعضينا كده، وهتشوفوا سهولتها قد ايه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض ويا رب. وكمان انا هضيف شويه تعديلات كده في الوصفه، حبيتي تضيفيها ما تضيفهاش، بس انا بقول ان هي ممكن تعزز النكهه شويه، وان هي ايه، تقلل لنا من برضو ريحه البيض، عشان الواحد بصراحه عنده وسواس جدا. فيلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وتعالوا نبدا مع بعض. هنا بقى دلوقتي انا جبت معايا الكبه، وانت تجيبي الخلاط الهاند بلندر مفيش مشكله خالص. انا نزلت على فكره يا جماعه بخمس بيضات، وعايزه تنزلي باربعه مفيش مشكله، ونزلت بثلاث تظرف من الفانيليا، ولكن زودت ظرف تاني وهم نزلت باربع تظرف من الفانيليا. حطيت معايا نص كوبايه حليب، وكمان نزلت دلوقتي بثلاث معالق كبار من السكر، بس مع العلم ان انا زودت ثلاث معالق سكر تانيين، يعني ست معالق من السكر. حابه تضيفي عسل مفيش مشكله. نزلت معايا كاكاو خام اللي هو غير محلى بمعلقتين ونص كبار، وركزي بقى في المقادير كويس عشان يطلع معاكي مظبوط ومش مر. الاضافات التعديل اللي انا عملته كان عندي مكعب شوكولاته، وبالظبط سيحته وبعد كده نزلت بيه. مش عايزه تضيفيه ما تضيفيهوش، ولكن عزز لي الطعم جدا. وكمان حطيت رشه من النسكافيه، رشه يا بنات من النسكافيه تمنع لك اي زفاره تماما، رشه بسيطه على طرف المعلقه، تضربيهم كويس جدا جدا. المقادير اوعي تضيفي كوبايه ونص هيطلع معاكي سايل جدا. ده انا كمان ضربت كتير، وعايزه اقول لك طلع معايا بس القوام ما كانش سايل خالص. هتصبيهم دلوقتي، ويفضل تسيبيهم ليله كامله في التلاجة، وتعالوا نشوف مع بعض النتيجه. يلا نجيب بقى ونجرب اللي احنا عملناه ده. طبعا انا ما استنيتش عليه خالص، انا حطيته شويه في الفريزر علشان انا طبعا مستعجله على التصوير، ولكن حطيه في التلاجة، يا ريت يفضل ان انت تحطيه في التلاجة ليله كامله. أم، هنجرب مع بعض. انا جبت اتنين وسبت واحد في التلاجة ونشوف. والله لسه بقى ايه، هدوق معاكم دلوقتي حالا. حطيت بس عليه رشه مكسرات كده ونشوف القوام. طبعا ايه، مش تقيل قوي، مع اني مع الرغم ان انا حاطه نص كوبايه حليب فقط. ونشوف، بس هو عشان لسه ملحقش يمسك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خايفه اهو، بس قوامه حلو مش وحش يعني، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوق تاني. انا هحلل لكم الوصفه دي. بصوا، هو طعم شوكليت جدا، طعمه حلو قوي. يعني طعمه يعني مفيش، انا لو انا مش حاطه البيض المسلوق انا والله العظيم هعرف ان هو فيه. ولكن من ناحيه الملمس والقوام، في رايي، والمفروض يعني اي حد، مع ان انا ضربته كويس جدا على فكره، ان قوام البودنج اللي احنا طبعا بنعمله في العادي اللي هو على النار وتمام كده، بيبقى قوامه ناعم ناعم قوي قوي، يعني ملمسه ناعم جدا. وهو ده ناعم برضو، بس برضو لا، مش ناعم زي القوام التاني. التاني ده بيبقى ناعم، هو كريمي جدا على فكرة اهو. بصوا، قوامه كريمي جدا من بعيد، بس انا بقول لك في البق عشان بس نقول ده ايه وده ايه. لكن طعم البودنج وطعم شوكليت فظيع، خصوصا بقى كمان ان انا حطيت عليه مكعب الشوكليت، ومكعب الشوكليت ادى نكهه حلوه جدا. رشه النسكافيه اللي حطيناها طبعا ضيعت لك تماما اي زفاره بيض ممكن تتخيليها، وكمان عززت لي طعم الشوكليت جدا. فضيفوها حلوه، واللي عايز يجربها يجربها بقلب جامد، مفيش اي مشكله خالص. بانها وصفه سهله وسريعه حلوه جدا. بس انا بقول لك ان ملمس القوام بتاع البودنج الاصلي التمام لا طبعا ناعم اكتر من ده، ولكن والله العظيم هو تحفه فعلا، ومش باين خالص ان احنا حطينا فيه بيض مسلوق تماما. طب ما تجرب كده، ما تجرب. هندوق حد هنا؟ انا بنات. لا والله لا تجرب، معلش قول معلش قول رايك برضه. هيبقوا حابين ان هم يسمعوا رايك. يلا تعالى بقى هنا اهو. طعم ايه؟ لا الطعم حلو، بس التخيلات ان في بيض وكده فالواحد لا بس طعمه ايه، لا طعمه شوكولاته، حلو، والله طعمه العظيم جميل. طعمه شوكولاته. احنا بصراحة يعني الواحد ما كانش متخيل ان الطعم يطلع بالحلاوة دي.
لا بجد والله العظيم. فجربوه مش هتندموا. لا انت حلو. حاسس ان في بيض مسلوق؟ لا انا اول ما شفت البيض في الاول قلت هو قال لي ياه. مش هدوقها، لا. بس انت حاسس ان في بيض وانا مسلوق؟ كمان وانا كمان. لا لا خالص. فعلا. يعني خالص. الوصفه لا في هو لو الآخر- انت قدمتيها لحد عندك هو مش هيعرف ان فيها بيض، اقسم بالله ما هيعرف. بس ولكن طعمها شوكليت صافي تحفه، حلو جدا. جربوها لو عايزين حابين تجربوها، ما تقلقوش على خاماتكم. يعني هتدفعوا جربوها فلوس مش هتندموا. هتاكلوها. لا هتاكلوها اساسي، خصوصا بقى ان انت لو عندك ولادك ما بيحبوش البيض المسلوق زي ابني. بس بجد والله العظيم ما باين خالص. اتمنى يكون الوصفه عجبتكم. وجربت لكم اهو. اي حاجه عايزين نجربها مع بعض تاني او ترند جديد قولوا لي على طول ونجربها مع بعض. نتمنى بس لايك وشير لو عجبك الفيديو. وكنتم معايا ابتسام الجبالي، والسلام عليكم ورحمه الله.